وجدنا ان هذا الكتاب ايضا بيتكلم على الصراعات نفسها اللي كانت خارجيه. يعني احنا كان في عندنا حملات قادها الظاهر بيبرس وقادها الجيش المملوكي في هذه الفتره ابتداء من سنه 663 لحد 665، وده اتكلم عليها الكاتب الالماني بالتفصيل وخصص ليها فصل مخصوص في هذا الكتاب. واشار ان هذه الحملات كان ليها دور كبير جدا في استعاده منطقه صفد ومنطقه قيصريه بلاد الشام، واستعاد العديد من القلاع والحصود اللي كانت موجوده في بلاد الشام، وقدر يطهر بلاد الشام من الوجود الصليبي في هذه الفتره. وجدنا كمان ان في عندنا حملات عسكريه خصص لها المؤلف الفصل ال 13 من الكتاب بيتكلم فيها على الحملات الصليبيه، على الامارات الصليبيه نفسها اللي كانت موجوده في بلاد الشام، والحملات نفسها اللي قدر من خلالها السلطان الظاهر بيبرس يستعيد اماره انطاكيا سنه 666 هو هجري. الحقيقه دكتور احمد ان هذه الفتره بالتحديد فتره حكم بيبرس كانت فتره مليئه بالاحداث العسكريه والسياسيه والاقتصاديه، فتره مزدهره في تاريخ مصر. طبعا احنا لو يعني عايزين نتكلم مش هيكفينا ساعات طويله ربنا يبارك في حضرتك. للحديث عن بيبرس و ما قدمه للمصريين، لكن للأسف وقتنا خلص. ألفت نظر حضراتكم أن هذا الكتاب يقدم برضه في الجزء الأخير كثيرا عن حياة بيبرس وأخلاقه وأولاده ووراثة السلطة من بعديه. كتاب غاية في الروعة. أنصح حضراتكم بقراءة هذا الكتاب وهو موجود على الإنترنت بصيغة PDF. أسد مصر السلطان الظاهر بيبرس والشرق الأدنى للمؤرخ الألماني بيتر ثوراو، وترجمة الأستاذ الدكتور قاسم عبده قاسم. قدمه لنا ضيفنا العزيز الدكتور أحمد عبد الفتاح عضو اتحاد المؤرخين العرب. دكتور أحمد، كل الشكر والتقدير، وأسعدتنا بوجودك، وهذه يعني هذا الشرح البسيط لكنه كان يعني ربنا يبارك في ممتعا حضرتك، يعني. ربنا يبارك في حضرتك، وكل السعاده برؤيه حضرتك والساده المشاهدين. ربنا يخليك. بشكر ضيف البرنامج، والشكر موصول لزملاء فريق العمل في استوديو 32. إن شاء الله الأسبوع القادم حلقة جديدة وعرض لكتاب جديد في قصر الثقافة.